عايز تضحك؟ اسمع معانا الخمس نكت دول هيغيروا مودك باقي اليوم. بيقول لك واحد مصري راح يتعلم في لبنان، فالأستاذ وقفه قال له: يا ابني بتحب المرأة؟ قال له: اه طبعا يا أستاذ، هو مين ما بيحبهاش؟ قال له: بتحب معاها رز؟ وطلع الأستاذ كان قصده على المرأة. صحفي راح يعمل حديث مع دكتور أمراض نفسية وسأله: بتكشفوا ازاي على المجانين؟ قال له: بنجيب بانيو مليان مية وندي للمجنون كوباية ومعلقة وجردل ونقول له فضيه. قام الصحفي قال له: ولو فضاه بالكوباية أو المعلقة يبقى مجنون، ولو فضاه بالجردل يبقى عاقل. قال له: لا يا أستاذ، ما يشيل السدادة. تحب نحجز لك في القسم الاقتصادي ولا القسم المجاني؟ واحد كاتب بوست على الفيسبوك بيقول: عايزين 20 عامل لقطف المانجا من الساعة 3 بالليل لحد ما يصحى صاحب المزرعة. واحد محشش قاعد زهقان، جاب ورقة وشخبط عليها وراح الصيدلية. قال للدكتور: أنا عايز الدواء ده. الدكتور كمان محشش قال له: الدواء ده مش موجود، أجيب لك البديل. عيل تاه من أمه في السوق، أمه قعدت تدور عليه وتصرخ: ابني ضاع، ابني ضاع، لحد ما جالها واحد قال لها: بتصرخي ليه يا ست؟ قالت له: ابني ضاع، ابني ضاع. قال لها: ما تقلقيش، لو ابن حلال هيرجع لك تاني. قالت: أهو كده الواد مش هيرجع. محشش اتحكم عليه بالإعدام، كل ما يجي يعدموه الحبل يتقطع، فبص العشماوي كده وقال له: هو احنا جايين نلعب ولا جايين نتعدم؟